بصوا يا جماعه بقى، دي الهافال الجديده بسم الله ما شاء الله، الاتش 6 الجديده 2026 بالمحرك بتاعها يا جماعه ال 1500 سي سي التربو اللي تقريبا بيطلع 181 هورس باور. عربيه يعني مش عارف بقى، حافله ماشيه على الارض، هضبه ماشيه على الارض. بصوا يا جماعه ده الشكل الجديد بتاعها، عربيه حلوه عائليه، موتور اعتمادي جدا جدا، والشكل بقى بتاعها هجومي جدا جدا. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. معانا بقى الاستاذ محمد هيشرح لنا العربيه. استاذ محمد ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله. زي كله تمام؟ كله تمام. ما تقول لنا يا محمد كده الاسطوره الجديده دي بقى، الهافال بقى. زي ما انت وضحت، هي بتنزل بموتور 1500 سي سي تربو، 181 حصان، 290 نيوتن عزم. ما شاء الله. العربيه دي التغييرات بتاعتها طبعا في الدي لايت بتاعها اللي ظاهر دوت هو الدي ان ايه، وطبعا النيكل كروم اللي موجود في الشبكه. هجوميه قوي، عربيه حلوه قوي في التغييرات بتاعتها. كمان الشاشات بتاعتها من جوه اتغيرت. الفئه دي هي اول فئه بتنزل كاميرا 360 و6 ايرباج وكرسي السائق كهرباء. طبعا العربيه الفئه الاولى بتتباع بالرسمي 1,400,000 جنيه. 1,400,000؟ 1,400,000 اول فئه، وتاني فئه 1,555,000 ده السعر الرسمي برضه بتاعها. تمام. العربيتين طبعا متوفرين في استلام فوري في اكستريم اوتو. تمام ما شاء الله. حلوه والله يا محمد. ما تيجي كده نتفرج عليها جوه كده انا وانت؟ تعالوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله نتفرج على التحف. الله 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 الله. لا العربيه طبعا تحفه والله، تحفه يا محمد. العربيه من جوه الديزاين بتاعها جميل جدا، مع الشاشه المتوسطه في التابلو، فلا عربيه حلوه وعائليه طبعا. طبعا بصوا المساحات اللي ورا، بص المساحات اللي ورا تشيل عائله بحالها. كمان اتغير فيها ان النقل الحركه بتاعها بقى موجود ورا الدركسيون زي اغلب العربيات اللي هي ده الجديد. ده الجديد. شنطه كهرباء برضه يا محمد؟ لا شنطه عاديه في اول فئه، لكن الكهرباء في اعلى فئه. مساحه الشنطه بتاعتها حلوه قوي وكبيره كمان. كبيره جدا ما شاء الله ما شاء الله صراحه يعني. اقفل يا باشا. يبقى دي يا محمد اللي معانا، دي الفئه الاولى بقى اللي بنصورها دي الفئه الاولى. الفئه الثانيه شنطه كهرباء وكراسي كهرباء، وايه تاني؟ هي كده كده دي الفئه الاولى فيها كرسي السائق كهرباء، لكن الكرسي الثاني برضو بيزيد في الفئه الثانيه كهرباء. طبعا بيزيد سان روف بانوراما، والشنطه زي ما حضرتك يعني الاولى ما فيهاش بانوراما؟ لا يبقى الثانيه اللي فيها بانوراما. مظبوط. وهيد اب ديسبلاي طبعا تحفة. اللي هو البروجيكتور اللي بيبقى موجود على الازاز واحنا سايقين. ما شاء الله. لا والله العربيه برضو وهم 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 يعني. طيب اشكرك استاذ محمد، ربنا يكرمك ونشوفك ان شاء الله في ان شاء الله عربيات قادمه يا استاذ محمد. اكيد طبعا. تعبناك معانا. شكرا. زياره ليك هنا عندنا حبيبي، ربنا يكرمك ونشوفك على خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله.